يا ترى لو الإنسان هو أذكى كائن على الكوكب، مين اللي بعديه في الترتيب؟ هل الدولفين اللي بيضحك طول الوقت؟ ولا الغراب اللي بيفكر زي المجرمين في أفلام العصابات؟ ولا إنسان الغاب اللي ممكن يفتح باب أو يستخدم أدوات؟ نبدأ بالدلافين. العلماء اكتشفوا إنهم عندهم وعي بنفسهم، يعني لما بيشوفوا نفسهم في المراية بيعرفوا إن ده هم مش دولفين تاني. كمان بيتكلموا مع بعض بصوت مميز لكل واحد فيهم، تقدر تقول كده إن عندهم لغة خاصة بيهم. بس استنى، الغربان كمان مش سهلة خالص. الغراب ممكن يحل لغز معقد ويستعمل أدوات عشان يجيب أكل، والأغرب بيخبي الأكل لما يشوفوا غراب تاني، بس لو محدش شايفه ما يخبيش. يعني فاهم فكرة المراقبة، وده ذكاء اجتماعي خطير جدا. أما إنسان الغاب فده شبه الإنسان أكتر من أي حيوان تاني، بيتعلم بسرعة رهيبة وبيقلد البشر في كل حاجة تقريبا. في إنسان غاب علموه يستخدم مطرقة أو مفك، وفي اللي بيفتح أقفال الأبواب زي المحترفين. طب مين بقى أذكى حيوان بعد الإنسان؟ العلماء بيقولوا إن المركز الأول بيروح لإنسان الغاب، لأنه مش بس بيفهم، ده بيخطط كمان. يعني ممكن يستخدم أدوات ويخدع اللي حواليه علشان يحقق اللي هو عايزه. بعده بيجي الدولفين وبعدين الغراب. بس السؤال اللي يفضل مفتوح، هل الذكاء الحقيقي إنك تفكر ولا إنك تستخدم تفكيرك من غير ما تأذي حد؟